لو انت من الناس اللي بتاخد فيتامينز ومكملات غذائيه وما بتشوفش منهم اي نتيجه، يبقى لازم تسمع الفيديو ده للاخر. لو بتاخد ادويه او مكملات غذائيه او فيتامينز وانواع كويسه جدا وما بتشوفش منها نتيجه، يبقى لازم تعرف اهم اسباب اللي بتاثر على امتصاص الفيتامينز والمعادن في جسمنا. في اسباب كتير ممكن تاثر على امتصاص المكملات الغذائيه والفيتامينز، ودي اهمها. الشاي والقهوه ممكن يأثروا أو بيأثروا على امتصاص الحديد والزنك، وبالتالي لو أنا باخد وجبة بشرب بعديها شاي أو قهوة وباخد مكملات في فترة قريبة منهم، ده بيأثر جدا على الامتصاص. اللبن ومشتقات الألبان بتأثر على امتصاص الحديد والمغنيسيوم. بعض الأدوية ومضادات زي المضادات الحيوية وأدوية الحموضة، ده بتأثر على امتصاص مكملات معينة. أكل الدسم والمقليات بيأثر على امتصاص فيتامينز معينة زي فيتامين سي وفيتامين بي، في حين ان في فيتامينز ثانيه يفضل ان اخدها مع حاجه دسمه زي فيتامين د لانه بيدوب في الدهن. يعني عندي 4 فيتامينز بيدوبوا في الدهون، ده يفضل ان انا اخدهم مع اكل دهني او في وسط دهني، مثلا اشربهم مع لبن، احط زيت زيتون في السلطه بتاعت الاكل، اكلهم مع اكل دسم. كل ده دي عوامل مؤثره على الفيتامينز اللي انا باخدها ومكملات. التوقيت كمان بيفرق جدا، يعني التوقيت بتاع الفيتامين، انا ممكن اخد فيتامين بيعمل لي نشاط اخده بالليل قبل ما انام ياثر على جوده النوم، وبالتالي يعمل لي مشكله ثانيه. انا ممكن جسمي يمتصه ولكن هو سبب لي مشكله ثانيه. توقيت مثلا زي حاجات اوميجا 3 يفضل اخدها في الصبح لانها بتديني نشاط، وبالتالي انا لازم اعرف التوقيت المناسب لكل مكمل غذائي وفيتامين من حيث ان انا جسمي يستفيد منه، واقلل لو في ميزه ممكن تبقى ضرر. يعني مثلا النشاط الزايد لو اخدته بالليل هيبقى ضرر، وبالتالي لازم اعرف التوقيت المناسب ان انا اخد فيه مكمل، الظروف المحيطه، الاكل اللي المفروض اكله قبليه او بعديه، الحاجات اللي المفروض ما اكلهاش قبليه او بعديه او معاه، في حاجات كتير بتتاخد مع الاكل. فلازم ابقى عارفه كل مكمل غذائي توقيته مناسب ايه الحاجات المؤثره على امتصاصه، ايه الحاجات اللي بتتعارض معاه. يعني كمان انا عندي لو اخدت الحديد، نسبه كبيره من الحديد والزنك، واخدت معاهم كالسيوم، هم بيتعارضوا، الريسبتورز او المستقبلات بتاعتهم بيتخانقوا على مين ياخد ده، وبالتالي امتصاص الثلاثه بيقل. يعني انا لو عندي حديد وزنك كتير في نفس المكون، الاثنين امتصاصهم بيبقى قليل لان هما بيروحوا على نفس المستقبلات، فبالتالي لازم عشان اخد استفاده قصوى اخد ده لوحده وده لوحده. طب هتقولوا لي ما هو في مكملات بيبقى فيها الاثنين مع بعض، ده حقيقي، بس بيبقى مدروس النسب، يبقى مدروس. مثلا هتلاقوا دايما حديد اعلى والزنك اقل، والعكس، الزنك كتير والحديد قليل، وبالتالي النسبه القليله دي ما تتعارضش قوي مع الامتصاص النسبه الكبيره، فبيؤدي دوره. او بتبقى محسوبه ان الجسم او الريسبتورز اللي عندي تقدر تستقبل تتعامل مع الاثنين، مفيش حد بيتعارض مع حد. نفس الكلام الكالسيوم مثلا بيتعارض مع المستقبلات بتاعه الحديد، فبالتالي ما ينفعش اخد كالسيوم وحديد في نفس الوقت، بيأثروا على امتصاص بعض. فلازم اكون عارفه التوقيت المناسب لكل مكمل، التعارض مع المكملات وبعضها ومعاها ومع الادويه، بعض الادويه ممكن تاثر كمان مش بس المشروبات والاكل، فلازم اكون عارفه الظروف المناسبه لتناول كل فيتامين ومكمل غذائي عشان استفيد منه. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.